شايفين المكعب الصغنن ده؟ انتوا عارفين هو ايه؟ طب انتوا عارفين ان هو ممكن يعمل حاجات في البيت انتوا ممكن مكونوش عارفينها او مش واخدين بالكم منها؟ يلا بينا نعرفها على طول. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. خلاص بدأنا العد التنازلي للعيد. طبعا كل فيديو بيبقى احسن من اللي قبله لان احنا بنقرب للعيد. يا رب يكون ايام خير وبركه كلها علينا جميعا. اتمنى تكون صحتكم كويسه وتكونوا كويسين كلكم. هنبدأ فيديو جديد مع بعض النهارده، يا رب باذن الله يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهارده دوسوا لي لايك ليه. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. الفيديو اللي فات على طول تحديدا اتكلمنا فيه عن بديل المسك الابيض او بديل مسك الطهارة، ازاي نعمله في البيت وازاي ممكن يكون معاكي مشروع ناجح من البيت. طبعا انا لما بحثت بقى وفضلت ادور على المسك ده وان انا ادور ليه ايه استخدامات تانية ممكن استفاد بيها في البيت، لان انا بصراحة اخر مرة جبت منه كمية حلوة يعني. المكعب قعد معايا فترة كبيرة، فلقيت عندي بقية المكعبات اللي انا كنت جايبها، كنت جايبة بتاع 4 مكعبات ولا حاجة، فما جبتش واحد. فلقيت ان الواحد بس لوحده بيعمل حاجات كتير جدا جدا حلوة قوي، ولقيت فايد معايا منه كتير. فقلت ممكن استغله في ايه او ممكن ينفعني في ايه تاني في البيت غير مثلا بديل مسك الطهارة الابيض او اي حاجة من دي. فلقيت ان هو في حاجات كتير تانية ما كنتش اعرفها، فقلت لا لازم اعمل فيديو بقى بيها علشان اعرفكم انتوا كمان ونعرف مع بعض ايه استخدامات مسك مكعب المسك غير بديل مسك الطهارة او البديل للمسك الحاجة. وقبل اي حاجة طبعا قبل ما نبدأ في استخداماته تعالوا نتعرف عليه للي مثلا ممكن ما يكونش عارفه. طبعا هو غني عن التعريف، مش محتاجة ان انا اعرفه، بس هقول لكم باختصار هو ايه. هو طبعا عبارة عن قطعة كده يعني شبيهة يعني جمال كده رباني ربنا حطها فيها. حاجة كده فيها ريحة قوية جدا شبه الصابون، بس ما فيهاش رغوة. مش بتستعمل تحت المية، بس هي يعني قريبة لقطعة، يعني التشبيه بتاعها قالوا شبه الصابون، قطعة الصابون. بس طبعا قطعة الصابون مش صغيرة كده. المكعب ده بنجيبه من عند العطار، بيكون ب5 أو 10 جنيه، بس يكون عطار موثوق فيه، عطار يعني عطار كبير، حد نضيف يعني بالبلدي كده. تمام. بس ريحته قوية جدا وجميلة جدا، ليه استخدامات كتير جدا جدا هنقولها النهاردة مع بعض واحدة واحدة وبالتفصيل. أتمنى بإذن الله تعجبكم. اول استخدام طبعا احنا ليه استخدام خدناه في الفيديو اللي فات اللي هو المسك الابيض، ممكن نستعمله مع زيت الجونسون ونعمل بيه المسك الابيض. دي اول حاجه ودي خلاص احنا عرفناها مش هنتكلم فيها تاني. تاني حاجه بقى مهمه قوي، ممكن ان انت تستعمليه كمعطر بقى في اي حاجه، في الدولاب، في الدروج، في الملابس، في الهدوم، في اي حاجه. طبعا القطعه ديت المكعب ده مش قادره اقول لكم ممكن تقسميه حتت قد ايه، والحته الصغنطوطه الفتفوته اللي انت بتطلعيها من المكعب، يعني المكعب ده ممكن وليكن نقسمه ل8 اجزاء. ال8 اجزاء الجزء الصغير اللي هو هيبقى واحد من ال8 دوت ممكن يعني يطلع لك ريحه. بصوا طول الوقت طول الوقت تشمي يعني ديت المكعب ده. انا عندي في الدرج ريحه الدرج كله منه جميل جدا، ريحته حلوه قوي، فواحه فظيعه. انت عايزه تجيبي فواحات، الفواحات غاليه قوي قوي بصراحه. فاحنا ممكن نستعمل المكعب دوت، هيغنيكي عن اي فواحات، اي معطرات، اي حاجه عايزه تحطيها. عايزه تعطري ريحه الدولاب، تعطري الدرج، تعطري الهدوم من جوه وانت حاطاها في الدولاب، مفيش اي مشكله. هتقسمي المكعب قطع صغيره، او لو عايزه تحطيه بقطعته كلها مفيش اي مشكله. بس بصراحه انا من رايي ان انت تقسميه لان هو المكعب كبير. تاني فكرة ممكن ناخدها من مكعب المسك، هي نفس خطوات الفكرة الأولانية، بس الفكرة هتبقى في جوه المخدات بتاعة السرير، انتريه، ركنة، جوه الأماكن دي. يعني مثلا لو انت عايزة تحطيها جوه المخدة عشان تطلع لك ريحة، أو تحشريها مثلا وسط الانتريه، الركنة، الكلام ده كله، هتتقسم لقطع صغيرة زي ما قلنا في الخطوة الأولانية. ولو عندك حتة قماشة خفيفة جدا أو حتة تل هتجيبيها وتحطي فيها القطع الصغنونة اللي انت قسمتيها دي وتربطيها وتحطيها بقى جوه المخدة، جوه الانتريه، جوه شلتة هتطلع معاكي ريحة حلوة اوي. تالت حاجة بقى وهي بديل الفواحة.
طبعا في ناس الفواحات، انا اختي من يومين سمعت ان هي جايبه فواحه ب450 جنيه، والبتاع الريحه اللي هو الفواح اصلا بقى المعطر اللي هي بتحطه في قلب الفواحه ب50 جنيه، يعني 500 جنيه. طيب احنا ليه ممكن نجيب فواحه ب400 جنيه واحنا اصلا معانا ريحه في البيت تحفه؟ ممكن المكعب ده ناخده نبشره وهنحطه في قلب كيس، يا اما شبه التول زي ما قلنا في الخطوه اللي فاتت، او كيس مثلا لو ما عندكيش تول او قطعه قماشه، هتجيبي كيس وممكن تخرميه اخرام بسيطه كده، وتبشري بقى المكعب ده وتحطيه في قلبي وتعلقيها في اي ركن عايزه يطلع منه ريحه حلوه، اكنك جايبه فواحه بالظبط، ومش هتحتاجي لا فواحه ولا تحتاجي اي تكلفه ولا اي حاجه خالص، وكل التكلفه دي هتبقى ب5 جنيه بس. تالت خطوة بقى أو تالت نقطة مهمة جدا جدا جدا، ناس كتير قوي هتستفاد بيها النقطة دي. في ناس بتشيل بطاطين والحفة وحاجات من دي زي ما أمي كانت بتعمل أيام ما كانت بتجهزني، كانت بتجيب الحاجات دي وتشيلها. طيب كنا بنحط فيهم ايه قبل ما نعرف مكعب المسك؟ كنا بنحط فيهم قطعة صابون، طبعا بنفكها من الكيس بتاعها أو الورقة بتاعتها، او في ناس بتجيب النفتالين. النفتالين ده اللي بيحافظ على الحاجة لما بتخزنيها او بتشيليها، بيحافظ على الحاجة ان لا قدر الله لا حاجة تيجي فيها ولا اي حاجة وحشة تاكلها، يعني تاكل البطانية او اللحاف دي. الحشرات والحاجات الصغننة اللي هي بتقعد مع الوقت، لما ما بتطلعيش الحاجة بتلاقيها بقت موجودة في الحاجة اللي انت شايلاها دي. فطبعا لحاف، بطانية، هدوم كمان، ممكن ان انت تخزنيها، هتحطي فيها مكعب المسك دوت وهتفكيه من الورقة عادي، هيبقى زيه زي قطعة النفتالين او الصابونة اللي كانت امي بتحطها، او في ناس كتير هلاقي امهات كتير بتعمل كده، وفي نفس الوقت هتخلي ريحة الحاجة اللي انت حطاها فيها جميلة جدا. احنا عملنا منه مسك ابيض، طب هل في مانع ان احنا نستخدمه كده من غير اي حاجة؟ عادي، مفيش اي مشكلة ومفيش اي مانع ولا اي حاجة. هنستعمله ازاي؟ بعد ما تاخدي الشاور او عموما اي وقت تحبي تستخدميه فيه، هيبقى عبارة عن مسحة واحدة كده في المكان اللي انت عايزة تعطريه او تخلي ريحته حلوة. بصوا انا حاطاه بورقته وايديا لمساه، هو ريحته طلعت في ايديا من غير ما اشيله من الورقة، فطبعا يعني هيعمل معاكي ريحة قوية وريحة حلوة جدا من تحت الهدوم. ممكن بقى نعمل منه لوشن للجسم وللايد. طبعا اللوشنات طبعا بتبقى اسعارها معقولة وحلوة في ناس ما بتحبش تستعمل حاجات من بره، فاحنا ممكن نعمله بمكعب المسك. ازاي؟ اي كريم مرطب عندك انت بتستعملي لبشرتك ولايدك هتجيبيه وتبشري يعني لو علبة صغنطوطة هتبشري معاها مكعب المسك ده على حسب الكمية. انت شايفة ان الكريم كتير وهيستحق، ممكن تجربي تاخدي قطعة منه الكريم العلبة لو عندك علبة كبيرة يعني، وتاخدي منه قطع صغيرة وتبشري معاها مكعب المسك وحطيه في حمام ماء زي ما عملنا قبل كده مع المسك الابيض، او هتحطيه في الميكرويف لمدة دقيقة واحدة بس يسيح، وهتفضيه في علبة فاضية نظيفة معقمة وتستعمليه بعد الشاور الدافي بتاعك، وتفرجي بقى على الريحة والجمال والترطيب، مفيش بعد كده. وكده اكون خلصت معاكم الاستخدامات بتاعت مكعب المسك كلها، اتمنى اكون افدتكم النهارده. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهارده دوسوا لي لايك. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.